ليه نقدر نقول إن البطولة دي تعتبر أهم بطولة للزمالك في آخر 10 سنين؟ يمكن علشان ما كانتش بطولة كورة وبس، كانت تحدي. شفنا رجولة من لعيبة كتير قوي، وتحدي لظروف كانت كفاية توقع أي فريق. موسم كان بادئ بلخبطة، ضغط، شكوك. ناس كتير من جمهور منافس كان يقولك انت هتنهي رابع عادي. ناس كتير كانت مستنية النهاية تبدأ قبل ما البداية نفسها تبتدي. عايز اكسب الدوري وعايز اكسب الكاس وعايز اكسب برضه، عايز اكسب كل البطولات اللي انا اكسب. عايز اكسب السوبر الافريقي والسوبر المصري، كل البطولات. لكن اللي حصل كان مختلف. كل مرة الفريق كان بيقع كان بيقوم تاني. في كل مرة الناس قالت الفريق ده انتهى، كان بيرجع أقوى من الأول. يمكن علشان قتلنا لآخر نفس ومستسلمناش، يمكن علشان شفنا رجولة من لعيبة كتير، وشفنا قائد تاني جديد في الملعب. يمكن علشان اكتشفنا اللي باع واللي خان. الجمهور اتجمع على الفريق، وكله بدأ يقولها في نفس واحد: بوضوح بوضوح، الدوري فين؟ الدوري فين؟ الدوري في 100 عقبة، الدوري في 100 عقبة. وهي دي كانت الحكاية، وهي دي كانت الحدوتة.